المينا بيبدا مع هاتش ووشه بايظ خالص ومحتاج يتنفخ من جديد، وفي اتنين قاعدين بيحاولوا معاه وبتقول له المحققه انت مين؟ قال لها انا ولا حاجه. نرجع شويه لورا علشان نعرف ايه اللي حصل ووشه عمل ليه كده. بنشوف حياته الممله اللي مفيش فيها اي جديد وبيعمل نفس الحاجه كل يوم. بنشوف مراته عامله حاجز بينه وبينها زي ما يكون هاتش معفن. هاتش بيقلق بالليل وبيقوم يبص على اولاده وهم نايمين، وفجاه بيلاقي حراميه داخلين على البيت. هاتش بيحاول يتصل بالنجده بس واحد من الحراميه بيشوفه وبيقول له نزل التليفون وهات الفلوس اللي عندك. بيقول لهم هاتش دي كل الفلوس اللي موجوده هنا. بيلاحظ هاتش وشم على ايد البنت وهي بتاخد منه الساعه وبتقول له هات الخاتم، بس بيظهر ابنه فجاه وبيضرب الراجل. بينتهز هاتش الفرصه وبيجيب المضرب ولسه هيضرب البنت بس رجع في كلامه وبيقول لابنه يسيب الحرامي، فبيضربوا الحرامي. وبتظهر مراته بعد كده وبتقول لهم خدوا اللي انتوا عايزينه وامشوا. الحراميه بيهربوا وبتوصل الشرطه. بعد كده بيحس هاتش بالذنب انه ما ضربش الحراميه. بيقول له ضابط الشرطه ليه ما استخدمتش المضرب، بس الضابط التاني بيقول له ان انت عملت الصح. بيتريق عليه الضابط الرخم وبيقول له لو الموقف ده حصل مع عيلتي كنت دغدغت الدنيا. طبعا عيلته مستغربين من اللي حصل. بيصحى هاتش تاني يوم وبرضه ما لحقش عربيه الزباله. ابنه بيقول له انه كان عايز يعمل تقرير لحد كان في الجيش بس ابوه قال له انه كان مجرد محاسب فقصته هتبقى ممله. بيخرج هاتش هو وابنه عشان يروح شغله وبيقابل جاره وبيقول له هو كمان على اللي حصل امبارح وبيسخر منه. بيقول له يا ريتهم كانوا دخلوا عندي كنت عملت معاهم الجلاشه. طبعا هاتش توه في الكلام وبيقول له جبت عربيه جديده. جاره بيقول له انها بتاعت ابوه ودي الحاجه الوحيده اللي خدتها منه. هاتش بيوصل شغله بيكون شغال في الحسابات في الشركه بتاعته هو واخوه مراته وحماه. بيدخل هاتش مكتبه ويدخل عليه تشارلي اخو مراته وبيقول له هو اللي انا سمعته ده بجد؟ هاتش بيرد عليه بيقول له انت عرفت منين؟ قال له ابنك حكى لي كل حاجه. تشارلي بيطلع سلاح وبيديه لهاتش بس هاتش بيقول له لا وبيرفض. تشارلي بيقول له مش بمزاجك لازم تاخد السلاح عشان اختي تفضل في امان. حماه بيظهر بعد كده وشكله عارف هو كمان. بيقول له انا عارف ان انت عملت الصح. بيقفل هاتش باب مكتبه وبيشغل جهاز قديم وفي واحد بيكلمه من خلال الجهاز ده وبرضه بيساله على اللي حصل امبارح. هاتش بيقول له انت كمان عرفت؟ هو انا اتفضحت قوي كده؟ هاتش بيبدا يحكي له اللي حصل وبيقول له دول اتنين باين عليهم فقراء لان السلاح كان فاضي. هاتش بيروح لابوه بعد كده في دار المسنين وابوه ده كان شغال ضابط فيدرالي بس طلع على المعاش. هاتش بيقول له انت اكلت وبتجهز له الاكل وبيقعد معاه شويه. بيقول لابوه شكلك مش عاجبني. بيرجع هاتش البيت وبعد كده وبنته بتقابله وبتقول له انها مش لاقيه السلسله بتاعتها. بيقول لها كانت فين؟ بتقول له كان في الطبق اللي كان فيه الفلوس. امال الحراميه سرقوها ولا ايه؟ هاتش بيتعصب وبيقول لنفسه ما كانش جوز حراميه وجعه دماغ كده. هاتش بيخرج من البيت وبيرجع لابوه تاني وبياخد مسدس وكارنيه الاف بي اي. بيصحى ابوه بيقول له ربنا معاك يا بطل. بيبدا يلف على محلات الوشم علشان يعرف مين الشخص اللي عمل الوشم ده وبيطلع كارنيه الاف بي اي. بيضحك عليه راجل كبير في السن وبيقول له ده قديم يا عم انت جاي تهرج ولا ايه؟ صاحب المحل بيقول له انا خدت بالي انا كمان ان الصوره مش بتاعتك اؤمر عايز ايه؟ بيطلع هاتش فلوس وبيقول له انا بدور على حد معين. الراجل العجوز بيشوف وشم على ايد هاتش فبيدخل وبيقفل عليه قفال كتير. صاحب المحل اترعب وقال له العنوان. هاتش بيروح لبيت الحراميه وبيضرب الراجل وبيديله في وشه وبيقول للبنت هات الساعه اللي انت لابساها. بيقول له فين يالا السلسله اللي على شكل قطه بدل ما اعمل معاك الصح. بيقول له الحرامي ما عرفش عنها حاجه ولسه هاتش هيضربه بالنار. بيسمع صوت طفل صغير بيعيط بيشوفه هو تعبان وبيندم على اللي عمله وبيخرج من البيت وفضل يضرب بايده في الحيطه وفضل يطلع غضب فيها. بيركب هاتش اتوبيس وفي شويه مساطيل راكبين عربيه وبيخبطوا في الاتوبيس اللي راكب فيه هاتش فبيشوفهم وزي ما يكون مصدق وقال هم دول اللي هعمل عليهم الحفله النهارده. وفعلا بيطلع شويه المساطيل الاتوبيس وبيرخموا على الناس اللي راكبه في الاتوبيس. كل ده هاتش وقاعد عمال يشوف اللي بيعملوه. بيكون في بنت قاعده وخايفه هي كمان فبيقوم هاتش وبيخرج السواق وبيقفل الباب. بيشوفوا المساطيل وهو بيقفل الباب وبيقولوا له انت بتقفل الباب ليه؟ بيقول لهم هنرقص دانس يا رحمه. طبعا بيضحكوا وبيطلع واحد شبح منهم بيقول لهم سيبوه لنا. وبتبدا الخناقه واحده شمال وواحده يمين. ضرب بالازازه ماشي ضرب بالسكينه ماشي وبياخد هاتش واحده في جنبه بالسكينه. هل هاتش يسكت؟ لا ابدا. شغال ضرب في الوش وتكسير عظم وضرب تحت الحزام لحد ما شلفتهم. بيتلموا عليه وبيشيلوه هيله بيلا وبيرموه بره الاتوبيس. هل بيستسلم هاتش؟ لا بيطلع لهم تاني. الراجل عامل زي القطط بسبع ارواح. بيقول للبنت اهربي وبتشكره انه انقذها وبتبدا الخناقه تاني. بس هاتش المره دي طالع سخن مسكهم نفخ ويروح واحد منهم بياخد المسدس من على الارض وبيحط طلقات. هاتش بيشوفه بيقوم ماسك ماسوره وخد على دماغه لحد ما وقع على الارض. الواد بدا يطلع في الروح فبيروح يلحقه. حنين قوي هاتش. بيخرج من الاتوبيس بعد كده وبيقول للسواق معلش كركبت الدنيا شويه. بيروح بيته بعد كده بتشوفه مراته بتقول له ايه اللي عمل فيك كده؟ بيقول لها زحمه المواصلات. بتبدا تعالج جرحه وبيقول لها انها وحشته. بتقول له انا دايما جنبك. بنشوف بعد كده عربيه اخر شياكه بينزل منها يوليان الهلاس وبيدخل الملهى بتاعه وبيطلع يغني على المسرح ويرقص وهو اصلا صوته ما يتسمعش. مش عارف الناس دي بتسقف له على ايه. بعد ما بيخلص بيروح يقابل ناس صحابه. بيقابل واحد منهم وهو بيبص له بقرف. واحد منهم بيقول له هو ازاي الراجل اللي معاك ده روسي؟ يقول له يوليان ده روسي اكتر منه ومنك. فبيقول له انت عمال ترقص وتغني كل ده بيخلينا ناخد عنك فكره مش كويسه ونخاف على فلوسنا. فراح للراجل اللي بص له بقرف وهاتك ضربه في وشه وقال لهم اطمنتوا كده. يوليان بيجي له مكالمه وبيعرف ان اخوه في المستشفى. طبعا اخوه ده اللي هاتش دغدغه وبيقف قدام اخوه وهو عمال يعيط وبيروح للاوضه الثانيه اللي فيها واحد من اللي طلعوا الاتوبيس معاه. بيقول له يوليان انت مين اللي عمل في اخويا كده؟ فبيقول له ان في راجل عمل فينا كده من غير سبب. طبعا يوليان مش بيصدقه وبيقول له انت هتستعبط يالا في راجل واحد يعمل كل ده وهاتك يا ضرب فيه. بنروح لهاتش وحياته بدات تتغير للاحسن. بيجي له مكالمه من الشخص اللي كان بيكلمه في اللاسلكي وبيقول له هو انت اللي عملت كده امبارح؟ حسيت بايه بقى بعد كده؟ قال له هاتش انه احساس حلو. فبيقول له الراجل انا مبسوط ان انت رجعت لطبيعتك تاني بس انت اتورطت مع يوليان لان واحد من اللي انت ضربتهم يبقى اخوه. بيرجع هاتش لشغله بيجي له رساله بتقول له روح للحلاق وهتشكرنا بعد كده. بيروح
هاتش الحلاق فعلا وبيلاقي واحد كده باين عليه مهم وبيقول له تعرف ايه عن يوليان؟ فبيديله ملف كده فيه كل بياناته وبيبان من الملف انه راجل مش سهل وبيقول له انه رئيس منظمه الاوبشاك ودي منظمه تبع المافيا الروسي. في نفس الوقت بيكون يوليان مكلف بنت تجمع بيانات عن هاتش وبتعرف توصل لبيانات عن ابو هاتش، بس بيقول لها يوليان انا هعمل ايه بالمعلومه دي؟ شوفي معلومه تانية. فبتكلم حد من البنتاجون وبتكون ماسكه عليه حاجه وبتبتزه فبيبعت لها كل بيانات هاتش وتاريخه، فبتنخض البنت وبتسيب الشغل وبتمشي. يوليان بيكلم رجالته وقال لهم انا عايزه حي، فراحوا على البيت وبيحس بيهم هاتش فبيقول لعيلته انهم ينزلوا البدروم. فبتقول له مراته وايه اللي بيحصل؟ قال لها انزلوا وانت ساكته. يبدا عمك هاتش يجهز نفسه ويطفي النور والعصابه بتدخل البيت وبيبدا يصطاد فيهم واحد ورا التاني، بس بيعرفوا يمسكوه بيكهربوا ونشوفهم هم واخدينه معاهم في شنطه العربيه. طبعا هاتش مش بيستسلم، بيبدا يخرج ايده من الكلبشات وبيجيب طفايه الحريق وفضاها في وشه لحد ما العربيه اتقلبت بيه، فعرف يهرب وبيرجع لبيته علشان يخرج اسرته من البدروم. مراته بتقول له وايه اللي حصل هنا وانت مين؟ قال لها هي دي حياتي ولازم تبقى واثقه فيا. بيبدا هاتش يحكي هو مين وكان شغال ايه لافراد العصابه اللي لسه فيهم الروح، وانه كان بيخلص على اشخاص معينين بطلب من اشخاص مهمين في الدوله. وفي مره كانت مهمته انه يخلص على ايلاند وده سرق 3 مليون من قاعده عسكريه، بس قلبه حن لما قالوا انه ندمان ورجع له بعد كده ومفكر انه هيلاقيه لسه ماشي في السكه دي، بس لقاه عنده اسره وعايش في حاله، فحس انه عايز يعيش نفس العيشه دي وساب شغله وقتها. طبعا الناس ماتت وهو بيحكي ولقى السلسله اللي عمل عليها حوار وبيولع في البيت بتاعه وبيخرج ياخد عربيه جاره وبيمشي. وفي نفس الوقت رجاله يوليان رايحين لابو هاتش علشان يخلصوا عليه، بس طبعا ده راجل كان شغال في الاف بي اي وصايع قديم خلص عليه وبيرجع يتفرج على التلفزيون ولكن حاجه حصلت. بيوصل هاتش الشركه وبيقول لاخو مراته انا هشتري المكان، طبعا بيرفض بس حماه بيشوف ده بعينه بتزغلل وبيوافق على طول. بيبدا هاتش يجهز المكان علشان يعرف يصطاد رجاله يوليان، وبعد كده بيروح هاتش لمقر الاوبشاك وخلص على كل اللي شغالين هناك. وطبعا يوليان كان في ميه البطيخ عمال يغني مش عارف باللي بيحصل لحد ما هاتش حرق المكان كله بالفلوس اللي فيه. بيروح بعد كده المكان يوليان عشان يواجهه، فجاه بيشوف يوليان وهو قاعد على ترابيزه وبياكل. يوليان بيخلص غنى وبيروح له وبيقول له ده انت قلبك جامد ورجليك شايلاك علشان تيجي لحد هنا. طبعا هاتش عامل حسابه ومجهز لغم علشان لو حس بغدر يفجر المكان كله. وقال يوليان ما تيجي نتكلم شويه جد على انفراد. فيوليان بيقول لرجالته يمشوا. هاتش بيقول له انت خسرت كل حاجه. يوليان بيقول له تقصد ايه؟ طلع هاتش رزمه فلوس محروقه شافها يوليان اتجنن وقال له الاوبشاك. هاتش بيقول له يا ريتك شفت الفلوس وهي بتتحرق، كان منظر تحفه، بس اللي حصل ده ما يخليناش متعادلين لانك بعت رجالتك لبيتي وانت عارف انه ما ينفعش ندخل الاهل في لعبه زي دي. بيرد عليه يوليان وقال له ما انت قتلت اخويا. قال له اخوك انا سايبه عايش وبعدين اخوك يستحق كل اللي حصل. بيقول له هاتش قدامك حاجتين، لو عايز تيجي ورايا وتخسر كل حاجه انا مستنيك، او تقدر تروح في مكان بعيد تفتح لك سوبر ماركت وتعيش حياتك وتسيبني في حالي. هاتش بيخرج وسط رجاله يوليان وكل ثقه وركب عربيته وكان بيدعي انه يخرج وراه، وفعلا يوليان حقق له امنيته وخرج وراه هو ورجالته وفضل يجري وراه بالعربيه ضرب نار وعربيات بتتقلب لحد ما وصل شركته اللي جهزها. بينزل هاتش من العربيه وعايز يدخل الشركه، بياخد طلقه في كتفه. بيظهر الشخص اللي كان بيكلمه في الراديو وابوه بيخرج بيلحقه وبيقول لابوه انا جربت التقاعد والنوم بدري وكل حاجه حلوه بس وحشني الجو ده. بيحصل مجزره كنابل تنفجر افخخ في الارض لحد ما كل رجاله يوليان بتخلص وبيفضل هو لوحده. بتخلص الذخيره منهم الثلاثه، فهاتش بيتجنن وبيستخدم اللغم. بتوصل الشرطه وبتقبض على هاتش وبنرجع لمكتب التحقيقات. بيجي تليفون للمحققين في نفس اللحظه سيبوه يمشي. بنشوف هاتش ومراته هم بيشتروا بيت جديد، فبيجي للسمسار التليفون فبتقول له التليفون ده ليك. بيرد هاتش فبيتخض وبيرجع يديلها التليفون ولسه بيقول لها البيت ده فيه، فمراته بتقول لها بدروم. وبعدها بنشوف ابوه والراجل اللي كان بيكلمه في الراديو وهم راكبين عربيه ومعاهم كميه اسلحه كبيره وشكلهم كده عندهم عركه تانية. وهنا بينتهي الفيلم. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.